كنتي خارج وجاك الجوع دير بحالي وضرب لك هاد لي كريب الحلوين ولا المالحين. هذه غتكون سلسله مطاعم مجهوله اللي غادي نجربوا فيها اكثر حاجه المطعم كيتميز بها. الا زوينه غادي نقول لكم فين كاين، ولا ما كانت زوينه غادي ندير بحال ما جربتهاش. وهذا هو الجزء التاسع. اليوم جبت لكم بلاصه من احسن البلايص اللي تقدر تاكل فيهم لي كريب حلوين ولا مالحين، مع بزاف ديال الاختيارات بجميع انواع الشوكولا. وانا خليتهم هما يختاروا لي باش التقييم ديالي يكون ايجابي وما نظلمهمش. دير ديك جيم الزوينه ديالك وبارطاجي الفيديو باش يستافدوا اكثر عدد من الناس. ما نطولش عليكم ونمشيو نجربوا اول حاجه، واللي كانت كريب نوتيلا اللي كتجي على هذا الشكل الزوين اللي كيشهي، واللي كان فيها الشوكولا نوتيلا في الوسط ومن الفوق، واللي ما كتكون فيها حتى شي اضافه بحال الزيت ولا حتى حاجه من داكشي اللي كيزيدوا عليها باش تجي جاريه. بالعكس كانت عاقده والمذاق ديالها كان بنين بزاف، زائد الشوكولا نوار اللي كتجي من الفوق، وحتى هي كتزيد لك كريب بنه على بنه. الثمن ديالها هو 18 درهم، وغادي نعطيها في التقييم 8 على 10. وهذا كريب نوتيلا بنان، وكيف ما كتشوفوا المنظر كيشهي والكميه كانت مزيانه، لا ديال النوتيلا ولا البنان وحتى الشوكولا نوار. المذاق ديالو كان مقبول، غير هو انا ما كنفضلش لي كريب بالبنان، وهذا كيبقى راي شخصي. الثمن ديالو هو 23 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 7 على 10. وهذا الشاف كريب نوتيلا فروي الساك، وحتى هو كيجي على هذا الشكل الزوين بزاف اللي كيشهي، وعامر بالنوتيلا من الوسط ومن الفوق، ومدكوك بالفواكه الجافه بحال الكركاع واللوز والاكاجو والشوكولا نواغ اللي كيف ديما كتزيد بنه على بنه. الكميه كانت اللهم بارك مزيانه، والمذاق كان واعر بزاف. الثمن ديالو هو 28 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10. وندوزو الشاف ندوقو هاد الكريب المالح اللي كان بالشاركوتري والفرماج، واللي الشكل ديالو كان زوين وكيشهي، وكان حتى هو مدكوك بالفرماج والشاركوتري والبنه اللي كانت حاضره بقوه، مع داك المايونيز اللي كان خفيف، والمذاق ديالو كان زوين بزاف، وخصوصا الا تكال سخون. الثمن ديالو هو 29 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 8 على 10. وهذا اخر كريب عندنا غادي نجربوه اليوم، واللي سميتو الشاف. كيجي بالطون والفرماج من الوسط ومن الفوق، والطون اللي كان ناشف من الزيت والمايونيز. الكميه ديالو كانت اللهم بارك، زائد المذاق اللي كان بنين بزاف ما تشبعش منه. الثمن ديالو هو 35 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10. البلاصه اللي جيت ليها اليوم كتواجد بالقرب من مسجد الحسن الثاني، واللي كانت عامره بزاف، والزبائن كانوا كيتسناو بكل فرح. حتى واحد ما تشكى ولا شفتي في وجهه باللي راه مقلق، بالعكس الناس كانت فرحانه ومستمتعه بالمكان مع منظر الغروب وداك الشيء. القائمه اللي عندهم كانت كبيره بزاف، وتقريبا فيها جميع انواع لي كريب: تويكس، كيت كات، اوريو، كوكيز، وزيد وزيد. تقييم التجربه هو 8 على 10، وكنصحكم تجربوها. غادي نتسناكم تكتبوا لي لتحت شكون جرب هذا المكان واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي اشنو تبغيو نجرب ثاني في سلسله مطاعم مجهوله. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك، وتهلاو.